امبارح وكالة التصنيف الائتماني موديز قللت التصنيف الائتماني لمصر من B2 ل B3 وعدلت نظرتها الاقتصادية لنظرة مستقرة. طيب ايه هو التصنيف الائتماني؟ يعني ايه وكالة موديز دي بتعمل ايه؟ وكالة موديز دي بيبقى وكالة زيها زي فيتش. الوكالات دي وظيفتها ان هي ايه؟ ان هي بتدرس الدولة وتقول مثلا المستثمرين اللي بره احنا شايفين ان هي يعني مخاطرها عاليه، جدارتها الائتمانيه كويسه، كذا 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 كذا، فبناء عليه المستثمرين بيقرروا ان هم يخشوا او يستنوا او يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. وطبعا بيطلعوا على التقرير دوت عشان يشوفوا فعلا ايه المشاكل بتاعه البلد دي عشان خاطر يعرفوا يتجنبوها او ما يخشوش اصلا، ولا ايه الموضوع. طب يعني ايه B2 ل B3؟ ادي ده عندنا كده الريتنج بتاع موديز او تصنيفات موديز. موديز بتبتدي من ايه؟ من اللي هو الجداره الائتمانيه اللي هي عاليه جدا، اللي هي 3 ايهات: AA1 AA2 AA3. تمام؟ دول لو كريدت ريسك، دول اصلا ايه؟ ما عندهمش اي مخاطر خالص. برضو اللي تحتهم A1 A2 A3. بعد كده اللي هو المودريت اللي هم B AA1 AA2 AA3 زي ما احنا شايفين. السبستنشال بقى اللي هم ايه؟ BA1 BA2 BA3. الحته بقى اللي فيها مصر اللي هي هاي كريدت ريسك، اللي هي ايه؟ مخاطرها عاليه جدا، ان انت يعني وانت داخل تبقى ايه؟ مقلق، او لازم تبقى واخد فايده عاليه جدا عشان تقدر تتحمل المخاطر دي. دي اللي هي B2. في B3 طبعا مصر بقت دلوقتي بقى في ايه؟ في B3 اللي هي اقل حاجه، اللي فاضل لها حاجه صغيره وتبقى فيري هاي كريدت ريسك. طيب انا كده وريتك شويه ايه موديز ده وشكله عامل ازاي، او الريتنج سكيل بتاعه عامل ازاي. مصر في الحته اللي هي هاي كريدت. طب ايه المشكله لما الموديز تخلينا في الحته دي؟ لا، مشاكلها جامده جدا. انت دلوقتي دوله بتقترض، لما تيجي تقترض يعني لازم تدي للمستثمر، او لازم تدي مثلا البنك اللي هتقترض منه، او لازم تدي لاي جهه هتقترض منها عائد عالي جدا عشان يواجه المخاطر دي. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ انت النهارده لو هتعمل سندات او اذون خزانه، يعني خلينا نتكلم على السندات الدوليه، سندات خزانه مثلا، لازم تعملها بعائد كبير جدا عشان تواجه المخاطر دي. يعني انت النهارده مثلا لسه البنك المركزي المصري كان طارح اذون خزانه بالدولار بكام؟ ب 4.9%. دي فايده سنويه. فطبعا الرقم ده كبير جدا، جدا. انت بتتكلم مثلا الخزانه الامريكيه زيها يعتبر اقل منها، والمتوقع ان هي تنزل كمان. يعني مع قرارات الفدرالي وكلام الفدرالي الامريكي، لا هي متوقع ان هي تنزل. فانت بتتكلم في رقم كبير جدا جدا جدا. طيب فهو ده مشكله ان موديز تحطنا في الريتنج ده. الموضوع ده شمل ايه؟ الموضوع ده شمل على الاصدارات الحكوميه المصريه اللي هي طويله الاجل بالعملتين الاجنبيه والمحليه. وده اللي انا قلت لك عليه، اللي هو لما الحكومه بتصدر سندات خزانه ده الريتنج بيفرق عليها، او التقييم ده بيفرق عليها. كمان شمل الاصدارات بالعمله الاجنبيه غير ايه؟ المضمونه اللي هي متوسطه الاجل. يعني اول حته شملت اللي هي مثلا 10 سنين فيما فوق، الثانيه شملت اللي هي 5 سنين 3 سنين، الحاجات دي اللي هي سندات الخزانه اللي هي بتبقى مدتها متوسطه الاجل مش طويله الاجل. برضه طويله الاجل اتاثرت برضه. طب هم ليه قرروا كده؟ ايه اللي خلاهم ان هم يقرروا ان هم يقللوا تصنيف مصر الائتماني؟ خلي بالك اخر اجتماع ليهم كان شهر 5، او اخر تقرير ليهم كان شهر 5 2022، وهم كانوا خلوا مصر او ثبتوا مصر عن تقييم اللي هو B2. بس في نفس الوقت عملوا ايه؟ بس في نفس الوقت قال لك ان النظره المستقبليه مش مستقره، لا النظره مستقبليه سلبيه، ودي كانت ايه؟ حاجه مش حلوه. طيب لما هو نزلك بقى التصنيف ده، خلي بالك انت ما نزلتش للتصنيف ده من سنه 2000 وايه 2012 وايه 2011، فتتكلم انت بقالك 10 سنين ما نزلتش في التصنيف ده. طب ليه هو نزلك في التصنيف؟ اول حاجه عشان بيقول حسب البيان تراجع قدره البلاد على استيعاب الصدمات. يعني هو شايف ان الاقتصاد المصري مش قادر يستوعب الصدمات اللي حصلت الفتره اللي فاتت. فعلا انت لما دخل عليك حرب روسيا واوكرانيا انت اتاثرت بشكل كبير جدا جدا، وخرج من عندك استثمارات، ولما خرج من عندك استثمارات اتاثرت. الموضوع فرق كتير. الحاجه الثانيه واللي كنا ملاحظينها ان حصل هبوط رهيب في الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري. البنك المركزي المصري كان الاحتياطي النقدي بتاعه بيلعب في ال 45 مليار دولار. انت دلوقتي بعد ما زاد، بعد ما جهود حسن عبد الله الاخيره فرقت ايه، فابتدى يتكلم في 34.5 مليار وداخل على 35 مليار، ففي فرق 10 مليار دولار. الحاجه الثالثه واللي كانت باينه جدا اللي هو يبقى معدلات السيوله اللي هي الاجنبيه اللي موجوده في البنوك قلت. احنا فعلا لقينا ان صافي التزامات
اللي هو البنوك بالسيوله الاجنبيه قلت بشكل كبير جدا 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 من شهر كام؟ من شهر حوالي 11 2021 و10 2021، وفضلت تقل لمستويات قياسيه. ابتدت تتعافى دلوقتي. كان لسه طالع بيان البنك المركزي المصري يعني خلال من اسبوعين كده، كان بيتكلم ان صافي اللي هو الالتزامات الاجنبيه للبنوك وصلت لكام؟ زادت ب 2 مليار دولار وبقت معجزه بس ب 20 مليار دولار. الحاجه الرابعه عليها قدره الحكومه على ان هي تدير التضخم. انت شايف التضخم قاعد بيزيد شهر عن شهر، فهو قال لك ان قدره الحكومه ان هي تدير التضخم والاستقرار الاجتماعي مش مؤكده. ده ايه؟ ده حسب البيان. هتيجي تقول لي طب ما احنا خدنا قرض من صندوق النقد الدولي عشان خاطر بقى يعالج الحاجات دي ويخلي المستثمرين تخش ومعناها جدارتنا الائتمانيه كويسه. طب انت مال القرض ده وظيفته ايه؟ هاجي اقول لك ان القرض دوت كان من ضمن اهدافه الاساسيه، غير طبعا مرونه سعر الصرف، اللي هو تخارج الدوله من المشاريع بتاعتها او تخارج الدوله من ايه؟ من الشركات اللي هي بتملكها. وده اللي حصل ان هو دلوقتي دوله رئيس الوزراء كان طلع امبارح وكان اتكلم ايه على الموضوع دوت، واتكلم ان هو في حوالي 32 شركه هيطرحوا في البورصه خلاص، والدوله بتتخرج دلوقتي في البورصه. طب البيان قال ايه بقى عن الموضوع ده؟ البيان قال لك الموضوع ده حلو جدا. الموضوع دوت يعني ايه؟ هيأثر على السيوله النقديه وهيأثر على الحاله الاقتصاديه في مصر، بس ايه؟ بس هم شايفين ان الموضوع ده عشان يفرق هياخد وقت. يبقى عشان يفرق هياخد وقت. فطبعا ايه؟ شايف عشان كده ما حطش او ما عملش في حسابه القصه دي قوي، او ما عملش في حسابه طب ما انت اهو بتأدي او بتنفذ السياسات اللي بيعملها صندوق النقد الدولي. طب انت ليه نزلتني؟ عشان انا نزلتك عشان الفتره اللي فاتت، بس انا شايف ان الفتره الجايه انت نظرتك مستقره وشايف ان انت ماشي في الاصلاحات اللي تمام، فخلاص فكده ممكن يعدلها لي تاني. بس خلي بالك في كده حاجه انا قريتها ما بين السطور لما قعدت يعني بحضر للفيديو ده وقعدت اقرا اخبار كتير، يعني لقيت ان كان في انزعاج من قرار البنك المركزي الاخير اللي هو ايه؟ لما ثبت الفايده. لما لجنه السياسه النقديه اجتمعت الاسبوع اللي فات وقالت لك خلاص هنثبت الفايده زي ما هي. المستثمرين الاجانب اتضايقوا جدا وقال لك لا احنا شايفين ان هي كانت تزيد عشان خاطر ساعتها بقى تزيد اذون الخزانه وساعتها يزيد العائد اللي احنا نخش بيه، فساعتها يعوضنا على الهاي كريدت ريسك او يعوضنا على المخاطر العاليه دي. بس هم استاءوا او اتضايقوا من موضوع ان البنك المركزي المصري ثبت اسعار الفايده خلال الاسبوع اللي فات، مع ان انا كمحمد شايف طبعا تثبيت اسعار الفايده كويس جدا جدا، لان ببساطه شديده جدا اقل حاجه خالص بيعملها لما تيجي تزود اسعار الفايده بيعمل لك عجز كبير للموازنه، بيعمل لك الاقراض لما انت بتيجي تقترض او تعمل اذون خزانه، ما هو دي تكلفه على الدوله، فدي برضو بتعمل لك فرق كبير. طيب البيان قال لك ايه برضو؟ قال لك ان احنا نزلنا التصنيف الائتماني بس شايفين نظره مستقبليه مستقره. يعني ايه نظره مستقبليه مستقره؟ ان هو بيقدر الدوله تقدر توازن ما بين المخاطر الموجوده والتحديات. طب ايه هي المخاطر الموجوده؟ اول مخاطر او اول مشكله كانت موجوده وشايفاها وكاله موديز موضوع السيوله. السيوله مشكله كبيره جدا جدا بتقابلها مصر، السيوله النقديه او السيوله اللي هي الاجنبيه بالذات. فعشان كده كان عندك انت مشكله في حوار الاستيراد، انت مش قادر تفتح الاعتمادات المستنديه، مش قادر تدخل البضاعه اللي في المواني وي 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 وي. بس الموضوع ده ابتدى يتحل ازاي؟ انه احنا خلاص لقينا دوله رئيس الوزراء والناس بقت تتكلم خلاص ان موضوع ان البضاعه اللي متراكمه في المواني خلاص ابتدى يتلاشى وابتدى الموضوع بقى بيمشي في المينا عادي خالص. الحاجه الثانيه ان انت هتلاقي ان السوق السوداء ابتدت تقل او مفيش سوق سوداء يعتبر، بقى سعرها زي البنك او السعر الرسمي المعلن دلوقتي. غير الفتره اللي فاتت كنا نلاقي السعر في البنك 29 جنيه للدولار الواحد، تلاقي في السوق السوداء 38 جنيه. لا السعر هنا مختلف. انا لقيت ناس بتبعت لي اصلا تقول لي طب حضرتك الحقنا احنا دلوقتي شاريين دولار على 35 جنيه، شايف ايه الحل؟ اعمل ايه عشان خاطر اعوض الكلام دوت او اعوض الفرق ده؟ طبعا رقم صعب، انت بتتكلم فرق خساره مثلا 16% في الحدود دي او 17%، فانت لازم تعمل استثمار يعوضك ب 17% دول عشان تعوض فرق خساره العمله ده. طبعا شهاده مش هتعوضك، اللي انت بتتكلم في 5% في السنه انت عشان تعوضهم كمان 3 سنين. الحاجه الثانيه اللي بيتكلم عنها بيان ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وكمان ايه؟ ضغوط الانفاق الاجتماعي، بمعنى ان انت النهارده فعلا في عندك ضغط، انت كل ما بتشتري حاجه تلاقيها سعرها غالي. كمان انت لما بتيجي مثلا كشركه عايز تقترض عشان خاطر تكبر نشاطك، انت مش هينفع تقترض، انت عشان تقترض ب 20% وارقام كده رهيبه. طب انا لما اجي اقترض ب 20% انا هكسب كام؟ فلا طبعا. النقطه كمان اتكلمت عن ان الاصلاحات دي او في اصلاحات اللي هي مرونه سعر الصرف المرن، تخرج الدوله، الحاجات دي كلها اللي كان نص عليها صندوق النقد الدولي، قال لك ايه؟ ان هي دي هتدعم قاعده تصدير، فساعتها التصدير هيزيد. وده اللي كان قاله وزير الماليه، قال لك ان الرئيس كان بيهدف ليه؟ ان هو بيهدف ان توصل
التصدير بتاعنا او حصيله التصدير بتاعنا ل 100 مليار دولار سنويا. المؤسسه برضو كانت بتقول لك ان هي لقت في قيود على موضوع اللي هي سحب من البضاعات من بره مصر، وده اللي كان حصل خلال الفتره اللي فاتت. وبرده موضوع الاعتمادات المستنديه، وده شايفه ان في مخاطر، بس الدوله واجهته ازاي؟ بمرونه الصرف المرن، وان هي الغت الاعتماد المستند. طب لو احنا جينا نشوف احنا فين من الدول العربيه بالنسبه للتصنيف الائتماني. اقتصاد الشرق مع بلومبرج كانت عامله تقرير عن الموضوع ده، وتقول لك كل دوله عربيه المؤسسه مقيمها بكام او حطها في ريتنج كام في التقييم الائتماني. فهنيجي نبص ان اقوى دوله طالعه اللي هي في الاول هنلاقي الامارات ب AA2 مستقره، والجداره الائتمانيه بتاعتها عاليه، هي وقطر. هنيجي نبص بقى الكويت بعديها برضو مستقره، هنلاقي الجداره ائتمانيه متوسطه بس عاليه. السعوديه نفس الكلام. هنيجي نلاقي بقى ان المغرب بقى يعني هنلاقي ان يعني غير استثماريه. عمان نفس القصه. الدول بقى اللي هي يعني اقل بقى اللي هي فيها مخاطر اللي هي هاي كريدت ريسك، هنلاقي اردن، البحرين، ومصر اقلهم. هنلاقي بقى اللي هي مخاطر عاليه خالص، هنلاقي العراق اللي هي CAA1، تونس، طبعا لبنان بقى متعثره خالص. لبنان دي اللي هي اصلا ايه يعني ايه متعثره؟ المتعثره اللي هي اصلا ما بتدفعش حاجه خالص، يعني هي دي اصلا لو مستثمر فكر يخشها يبقى عبيط، لان عارف ان فلوسه اصلا مش عارف يخرجها تاني. فهي دي بقى بتبقى خلاص. عشان كده لبنان حتى بتحاول تاخد قروض من صندوق النقد، صندوق النقد مش راضي يديلها، وقاعد بيماطل. ليه؟ لان هو عارف ان هو مش عارف يرجعها. لما صندوق النقد بيدي لحد مثلا قرض بيبقى ايه عامل له اصلاحات وحطه على برنامج، فساعتها المستثمرين بتطمن شويه وتخش تقول لك صندوق النقد ادالها. فما بالك بقى ان ايه اصلا صندوق النقد مش عايز يديلك، فعمر ما في مستثمر هيخش. عشان كده في ازمه كبيره جدا جدا موجوده في لبنان، ولقينا مصارف بتضرب عن عمل وحاجات كده صعبه. ربنا يعني يخرجهم من الازمه دي على خير. ده كان كل الشرح والتفاصيل اللي احنا اتكلمنا عنها عن تصنيف موديز الائتماني او تصنيف وكاله موديز لمصر، وشرحنا ايه هي التصنيف وليه اتكلم او البيان ليه اتكلم عن الموضوع دوت وكل تفاصيله. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك، اللايك ده بيفرق معانا جدا، بينشر الفيديو اكتر، وفي نفس الوقت ده مش هيكلفك حاجه او مش هيفرق معاك بس بيدعم مجهودنا. ما تنساش تعمل لنا شير واشتراك في القناه مع تفعيل خاصيه الجرس، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.